السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام سما، وحشتوني كتير. يلا راجع لكم بعد طول غياب، وعايزين بقى نبدأ ان شاء الله كده حملة كده في تنظيف الشقة وترتيبات وتجهيزات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم بخير يا رب. عايزين نشوف بقى مع بعضنا. انا بدأت دي سهرة يوم الخميس زي ما احنا عارفين، بس انا بدأتها بدري شوية. كان عندي اكل ومروقة المطبخ. قلت بقى التلاجة دي انا بقالي كتير بصراحة ربنا. هي التلاجة مش طويلة ولا قصيرة، بس انا اللي طويلة شويتين تلاتة، فيعني باخد وقت على ما بطلع لها. قلت لها تعالي هنا، انت واقفة كده ليه؟ تعالى ما اشوف فوقك طلعت وشفت كوارث. ستيكر موجود عليها، على دبل فيس كنت بدور عليه، على دبلة بتاعتي كانت موجودة بس دبلة صيني مش دهب. عشان محدش بس يقول دبلة دهب ومرمية فوق التلاجة. ربنا يرزقنا يا رب ويرزقكم. المهم بقى مسكت التلاجة والخلطة اللي انا عاملاها دي ملح ليمون بكربوناته، مسكتها ورحت غسلتها بيها، وكمان رحت حط عليها حبة كلور كمان عشان هي كانت فوقيها شباك على طول على السلم، فالشباك على طول بيجيب تراب عليها. وانا بصراحة ربنا يعني مش بغسلها على طول، مش كل فين وفين لما بطلع اغسلها فوق التلاجة. مسكتها وغسلتها. بصوا خليتها قشطة. ايه رأيكم بقى في الديكور الجامد ده؟ الديكور دوت عبارة عن نص لنضة كانت مركونة عندي. قلت له تعالى هنا انت كمان اما نستغلك. وطبعا الستيكر دوت خلاص انا زهقت منه، لازم نشيله. يلا بينا نشيله. كانت في ناس كتير قالت لي على الاستيكر ده هيبقى وحش وهيبقى صعب عليكم لما تيجي تشيليه، بس بجد اللهم بارك. انا يا جماعه والله العظيم بجد يعني انا شيلته، وان شاء الله يومين كده مع بعضنا واحنا بنجهز لحاجات رمضان انا جايبه استيكر تاني لو خدتوا بالكم على التلاجة. ان شاء الله هحطه تاني. بصوا بيشال معايا بسهوله. وحد تاني كان بيقول لي لا ده هيعمل لا قدر الله حاجات وحشه تحتيه. والله بجد يا جماعه انا بشكر لكم فيه، وبجد عن تجربه حلو. هو والورق الحجر اللي انا عاملاه فوق الرخامه ده، وبرده جايبه ورق حجر تاني عشان عايزه اعمله عند الحوض. بس مستنيه شويه كده، يعني لسه بفكر في موضوع ورق الحجر اللي عند الحوض دوت. يعني في خطوه كده لو ربنا فرج عليا وسهلها وعملتها مش هحط الورق. لو لسه شويه ممكن ابقى احط الورق يعني. استنوا شويه معلش. بصوا بقى انا شلته بمنتهى السهوله، بس كان في حته بسيطه قوي هي الحته دي اللي انا معرفتش اشيلها بايدي لان هي كانت متقطعه صغير، وعايز طبعا حد عنده ضوافر بما اننا على طول بناكلهم اول باول. مش هتلاقي ضوافر. فبصوا في ثواني بجد اللهم بارك عليه، يعني بجد عن تجربه. حطوه مش هتندموا، بس هاتوا نوع يكون نضيف يعني نوع يستحمل. وكمان انا كنت مركباه عند والدتي تحت. اللون التاني لون ابيض، بجد برضه اللهم بارك عليه حلو يعني ابيض ومستحمل. متنسيش بقى لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان نشوف هنعمل ايه مع بعضنا في روتينات رمضان. واشوفك على خير ان شاء الله. ادعوا لي دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.